السلام عليكم. اليوم غادي نشارك معكم واحد الطريقة رائعة توجدوا بها لي بات ونساو جميع الطرق الكلاسيكية ساهلة بمقادير عندك ديجا في الدار وبالمتوفر عندك. خدي اي نوع ديال لي بات، انا نيشان غادي ندخل في الفيديو باش ما يجيكش طويل. البيشاميل شاركتها معكم مره ما جوج، طريقه ساهله كتحضر وكنسمى بشويه ديال الملح وشويه ديال البزار. وغادي نحتاجوا اي نوع ديال اللحوم عندكم. انا هنا عندي شويه ديال لاداند اللي شحرته مع شويه ديال البصله، شويه ديال الربيع، شويه ديال العطريه بشويه ديال الزيت، وخليتهم كيتقلاو مزيان تتقلات ديك البصيله مع داك لاداند. وممكن ديروا الكفته، ممكن ديروا الطون، ممكن ديروا اي حاجه عندكم. صوص طوماط حتى هي شاركتها معكم مره ما جوج، كتجي رائعه. ديروا اي صوص طوماط معتمده عندكم. كنسمى بوريقه سيدنا موسى، شويه الملح شويه ديال البصل مع الثومه وزيت الزيتون. المطيشه اللي ديجا انا كنسلقها عاد كنطحنها وكنردها في الكاسرول كتشحر مع العطريه ومع التوابل ومع ورقه سيدنا موسى وشويه ديال الزعتر. انا غادي نشارك معكم غير المونتاج ديال هاد الطريقه هادي، اما داكشي الاخر راه ساهل، يعني لا داعي اننا نشاركوا شي حوايج اللي ديجا معروفين. صوص طوماط كلشي كيعرف يصاوبها، لا دانت كيتشحر مع شويه ديال البصله وشويه ديال التوابل. صوص بيشاميل معتمده عندي شاركتها معكم، غادي نقدر نبارطاجيها معكم حتى دابا. كتشدوا واحد شويه ديال الكاسروله كاسرول وكتذوبوا فيه معلقه ديال الزبده مع معلقه ديال الزيت، وفي واحد القريعه كتاخذوا معلقه ديال النشا مع كاس ديال الحليب وكتخلطوهم مزيان في القرعه، عاد كتنزلوا بهم على ديك الزبده. هكذا كما كتكور معكم ما حتى شي حاجه، وكتنسموا بالملح والبزار. هنا في واحد البول اولا اي طنجره اللي ديجا سلقت فيها لي بات وخليتهم كيتسقطروا، رجعت لديك الطنجره نيت وخلطت فيها لي بات ديالي اللي ديجا مسلوقين مع شويه ديال الملح ومعلقه ديال الزيت، وخلطتهم مع ديك صوص طوماط. غادي ناخذوا اي مول كيدخل الفران ديال لي غراتان وغادي ننزلوا طبقه من هاد لي بات هادو. ممكن نديروا طبقات، انا غادي ندير طبقه واحده، غنزل كلشي دقه واحده. ممكن تقسموا الخليط وديروا طبقات وتخليوا النصف الثاني حتى الطبقه الاخيره. انا غادي ننزلوا بلي بات ديالنا طبقه اولى، ومن بعد غادي نديروا طبقه ديال لانداند اولا، وعاد ننزلوا بديك الطبقه ديال يا اما ديال الكفته. صراحه الكفته ديال اللحم ولا ديال الكري كتجي رائعه بهاد الكراطي هذا. انا ملي كتكون عندي كندير الكفته وديجا شاركتها معكم انا الطبق هذا ديجا حاطاه في لاشين بالكفته ديال اللحم. هنا كانت متوفر علي عندي غير لانداند وتشهيت هاد الطبقه هذه اولا الكراطي هذا، حيت كيجي اكثر من رائع. من اروع الطرق اللي ممكن نوجد بها لي بات هو هاد الكراطي هذا اللي من بعد راه كيدخل الفران. هنا من بعد ما درنا ديك الطبقه ديال لانداند وممكن ديروا الكفته، غادي نسرحوا هذيك الطبقه باش تجي مستويه. يعني من ما قصتي الكراتان ديالك كتلقاي هذيك الطبقه ديال اللحوم. ومن بعد غادي نديروا طبقه ديال الصوص بيشاميل. انا كنديرها بهذه الخطوريه هذه، بغيتو ديروها خفيفه كديروها خفيفه، بغيتو ديروها ثقيله راه كديروها ثقيله. على فكره ولا بالمناسبه، الماء اللي تسلقات فيه لي بات كتخليو منه واحد نص كويس ديال الماء اللي تسلقنا فيه لي بات، خليو منه واحد نص كاس. لا بغيتو تجيكم هذوك لي بات يعني يجيو هكا ميهين وتجي فيهم ديك الصوص، غادي تخويو هذاك الكويس ولا داك نص كويس ديال الماء، خويوه من الجنب قبل ما تدخلوها الفران. انا ما غاديش نديرها، غادي نكتفي بها. كتعجبني كتجي ناشفه، كنكتفي بهذاك الصوص اللي جايه من البيشاميل، حيت من بعد ما كتسخن من الفران راه كتذوب وكتهبط مع لي بات. وديك الصوص طوماطه هي راه كتزيد كتطلق الميها ديالها. وغادي نختموا باخر حاجه باي فرماج عندكم. انا كان عندي هاد فرماج ديال الفرماج حمر، كان عندي على شكل شرائح هكذا، كان كونجلي. فاش ديكونجلا ولا كيتفرتت غير بوحدو، يعني ما حكيتو ما حتى شي حاجه. ديروا الموتزاريلا، ديروا اي فرماج عندكم من الفوق، ديروا حتى الفرماج اللي ما عندكم حتى شي حاجه، ديروا داك الفرماج ديال الشرائح ديال اللي كيدار في الساندويتش، داك المربع الكاغي. ممكن ديروا اي نوع ديال الفرماج. ومن بعد غادي في هذا الوقت هذا الفران مسخن من الفوق ومن التحت. بغيتو ديروه غير من الفوق هكذا كلشي العناصر طايبه، يعني تشعلوا الفران ديالكم غير من الفوق حتى تكغاتينا ديك الطبقه. وهذا هو الاهم. لا درتو داك الميها ديال هذا راه غادي تشعلوه حتى من التحت باش تبخ شي شويه وتجينا هذيك الكاطان يجينا ميه. هكذا كيجي الشكل ديالو، كيجي محمر رائع بنين بزاف. ديك صوص بيشاميل تقدروا ديروا واحد الرشه ديال الزعتر هكا من الفوق. هذاك الفرماج كيتكغاتينا من الفوق هو ديك الصوص بالبيشاميل، كتجي واحد القرمشه رائعه. ديك الطبخه كتجي بنينه مبننها الفرماج وكتجي كروستيون، وعاد كتلقاو داك لي بات ميه لتحت بنين بزاف. ديك صوص طوماط وديك الزعتر وديك المنسمات اللي درنا، ودرنا ايضا داك الصوص بيشاميل. هانتوما غادي تسمعوا، سمعتوا التقرميشه والبنه والريحه، يا سلام. لا جربتوا هاد الكرطان بهاد الطريقه هادي
غيولي معتمد عندكم. انا كيجيني بنين بزاف. هذه الطريقه كيديروها اللازانيا، ولكن ممكن ديروها لاي لي بات، ماشي بالضروري يكون عندنا اللازانيا. يعني بصوص طوماط، صوص بيشاميل، شي حاجه ديال الكفته، اولا تقدروا ما ديروش كفته، تقدروا ما ديروش لا داند كاع، تقدروا ما ديروش طون، ما ديروا حتى شي حاجه، ديروا غير لي بات مع صوص طوماط مع صوص بيشاميل مع الفرماج. كتجي هائله هاد الطريقه هذه ديال لي بات، اعتمدوها وجربوها، اكيد غتنال الاعجاب ديالكم. الى اول مره غيطلع لك الفيديو ديري ابوني، وما تنسايش تفعيل الجرس. ما بقى لي غير نقول لكم بصحه وراحه، والى اللقاء حتى شي حلقه اخرى مع شي فكره اخرى باذن الله.